السلام عليكم حبايبي الغاليين. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وسهلة جدا وسريعة، وبنص صدر فرخة هتأكلي العيلة كلها. تعالوا كده نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. معايا صدور فراخ متقطعة كده صوابع زي ما احنا شايفين. هتنزلي عليها بقى بالتوابل الجميلة اللي عندك، اللي انت حابة تاكلي بيها الفراخ دي: بابريكا، فلفل اسود، روزميري، كزبرة ناشفة، زعتر، هيل مطحون. اي توابل حلوة عندك هتحطيها مع شوية كده من بهارات الفراخ ومعلقتين كبار من الزيت. زيت زيتون حبة حطي، عايزة زيت عادي ممكن تحطي. هتقلبي الخلطة الجميلة دي وتركنيها على جنب شوية، يعني لمدة نص ساعة. عايزة تشتغلي بيها على طول مفيش مشكلة، هتطلع برضو زي الفل. طاسة على النار فيها شوية زيت زي ما احنا شايفين، يعني معلقتين كبار. اول ما يسخن الزيت معايا هنزل بالفراخ، هديلها صدمة وما اقلبش فيها إلا لما الاقيها خدت لون من تحت، علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. تمام كده، خلاص كلها غيرت لون معايا. هنزل ببصلتين حلوين كده متقطعين جوانح زي ما احنا شايفين. هاخدها تقليبة واحس ان البصل بدأ يدبل شوية معايا وريحته الجميلة دي بدأت تطلع. هنزل عليه بالفلفل الالوان. مفيش فلفل الوان ممكن فلفل اخضر بس يمشي وهيبقى زي الفل. الفلفل متقطع برضو قطع طويلة زي ما احنا شايفين. هقلبه شوية يا دوب يدبل معايا سنة بسيطة كده. هنزل بشوية فلفل اسود على شوية ملح عشان الخضار اللي احنا حاطيناه. تمام كده، خلاص قلبيهم تقلبتين ويا دوب يدبلوا معاكي. ممكن بقى توطي النار وتسيبيهم وتغطيهم. هم هينزلوا السوائل اللي فيهم، البصل هينزل السوائل والخضار الجميل ده، ومش هتاخد معاكي ربع ساعة والفراخ دي هتكون جاهزة. على جنب بقى كده واغطيها واسيبها تستوي براحتها. حلة بقى كده على النار هنزل فيها بأربع معالق من الزبدة، عليهم شوية زيت، يعني معلقتين كده زيت عشان الزبدة ما تتحرقش معانا. أول ما تفك هنزل بالدقيق، 5 6 معالق كبار كده من الدقيق. هنزل بيهم في الزبدة والزيت وهبدأ أقلب على نار متوسطة. ايديا فيهم ما اسكتش، يعني ما سيبهمش وامشي، لا، لازم اكون ايديا فيه كده علشان ما يتحرقش معايا ويتلسع. انا مش عايزه الدقيق ده ياخد لون، يا دوب اشم ريحته الجميله معايا. هبدا انزل عليه بالحليب. لتر من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، هنزل بيه كله مرة واحدة عشان ما يكلكعش معايا. وهبدأ أضيف المنكهات اللي أنا حباها. أنا ضفت هنا معلقتين من مرقة الدجاج، وضفت ملح وفلفل أسود زي ما احنا شايفين، ويا ريت ما نكترش في التوابل في البشاميل ده. هبدأ بقى ايديا فيه على نار متوسطة، حركة مستمرة لحد ما الاقيه بدأ يتقل معايا. هتلاقي معاكي الخليط بقى كريمي وناعم جدا. ليه؟ علشان ضفت الحليب مرة واحدة، وكان الحليب بارد بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش سخن. زي ما انتوا شايفين شكله بقى شكله ايه؟ شكله كريمي جدا. انا مش عايزاه تقيل زي البشاميل التقيل، لا انا عايزاه خفيف. لو حسيتي انه تقل معاكي ممكن تزوديه كمان حليب او شوربة اللي انت حباه. حلة تانية انا بسلق فيها المكرونة. انا هنا معايا مكرونة مشطوفة او مكرونة فرن حسب ما بتسموها. عايزاها نص سوا، يعني مش عايزاها سوا كامل. تمام، انا حاطة على المية شوية ملح، ومش عايزة احط عليها زيت طبعا. طبعا هجيب كده القارب اللي انا هشتغل فيه، اي قارب اي صينيه. هبدا اخده دهنه بسيطه، مش عايزه تدهني حاجه خالص ما فيش مشكله. هحط شويه من البشاميل الخفيف ده في الارضيه الاول، وبعد كده هنزل بشويه من المكرونه. المكرونه يا اما تطلع من ميه السلق على طول تشتغلي بيها، بلاش تركنيها عشان لو اتركنت النشا هيخليها تمسك في بعضها. ولو نفترض انها مسكت في بعضها معاكي، هتمسكي تشطفيها شطفه خفيفه جدا. وهبدأ أنزل بطبقة وفوقيها شوية بشاميل، وهنزل بالخلطة الجميلة بتاعتي اللي أنا عاملاها. شايفين الجمال؟ أولا عملت معايا كمية حلوة جدا، يعني زي ما قلنا بصدر فرخة هتعملي أكلة تكفي العيلة كلها. عايزة تحطي بقى شوية زيتون كده حطي، عايزة تحطي جبنة موتزاريلا حطي، بس أنا النهاردة عاملاها لكم بطريقة اقتصادية جدا وبسيطة، يعني غير مكلفة. نزلت بطبقة تانية بقى من المكرونة زي ما احنا شايفين على الوش، وهبدأ أنزل بطبقة البشاميل. آخر طبقة هتنزلي بيها. زي ما انتوا شايفين البشاميل خفيف معايا وبيتصب. لقيتيه تقل معاكي أثناء ما انتي بتعملي الصينية،
ممكن يتخفف بشوية حليب او مرقة، ولو ما فيش مرقة ممكن انت تعمليها بشوية مرقة دجاج وشوية ملح وفلفل اسود. هدخلها الفرن. حابة تضيفي انت الاضافة الاخيرة اللي هي جبنة موتزاريلا ضيفي. هتدخليها الفرن درجة حرارة متوسطة. كل حاجة مستوية معاكي، يا دوب الوش هياخد لون. طبعا انا مرضتش احط موتزاريلا عشان كتير بيقولوا دي مكلفة الجبن غالية. لا، انا عملتها لكم بطريقة سهلة جدا المرة دي، ما فيهاش اي تكلفة. عايزة اقول لكم ان طعمها فوق الروعة، طعمها ممتاز. بصدر فرخة واحدة عملنا أكلة تكفي عيلة بحالها. يعني حاجة كده فوق الجمال. يعني جربوها، أنا متأكدة إنها هتعجبكم جدا. سهلة وسريعة وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة. حبايبي، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك واشتراك بالقناة. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.